المنتخب الجزائري راح يخلينا نطمئن على عناصر المنتخب الجزائري في المباراتين المتبقيتين. هي صعبه هي صعبه هي صعبه هي صعبه هي صعبه هي صعبه الهدف. يا كرة القدم قلت لكم غدارة وعجيبة، قلت لكم كرة القدم غدارة وعجيبة. تونس لم تفعل شيئا أبدا أبدا أبدا، ولكن الكرة غدارة غدارة الكرة، وخسارة أنه المنتخب الجزائري يتلقى هدف بهذه الكيفية. الهدف خلوني نقول لكم صراحة من أروع ما شاهدنا، هدف رائع 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 لم يكن يحلم به التوانسة أبدا، لم يكن يحلم به المنتخب التونسي أبدا. يسجل هدف يوسف المشاكلي من اروع ما يكون في وقت كنت نقول بان المنتخب الجزائري طمأن بان المباراتين المتبقيتين ستكونان في المستوى، وانا متاكد بان المباراتين المتبقيتين المقبلتين سيلعبهما في المستوى المنتخب الجزائري، متاكد من هذا. شوف لقطه واحده، كره واحده، تسديده من اروع ما يكون، ما عندك ما تقول فيها يعني، ولا حارس يمكن يمسكها. كره مثل هذه حطها له في المكان اللي يسكن فيه ابليس. انت ابليس يا يوسف المساكن، ابليس بالمعنى المجازي انك تسجل هدف بهذه الكيفيه. فعلا المنتخب الجزائري كنت نقول بان الكره غداره وعجيبه وغريبه، هي غداره وغريبه وعجيبه، ونحن لسنا متاسفين على اداء المنتخب الجزائري، ممكن متاسفين على النتيجه لانها طبعا غير